الغضب نتاعه مش على دربي كرة اليد، مش على هو الترجي انتصرت على الميدان في مباراة كرة اليد، لكن صارت الإثارة أمور قانونية. الأخرى إذا تستحق 3 نقاط نتاعها تأخذ النقاط نتاعها عادي، والترجي ترجع في أي وقت، لأن الترجي في كرة اليد هي الفريق الأبرز على الساحة من زمان يعني، بألقاب بمشاركاتها بالألقاب العربية والإفريقية والمحلية. إيه على كل هو غضب نتاع سي حمدي راهو مش من حكاية هذه أبدا، مش من حكاية كرة اليد. الغضب نتاعها من حكاية الشكوى اللي قدمتها النادي الافريقي واللي هي غير قانونية وزوبعة في فنجان واثارت الراي العام وفتنة على الفيسبوك وشتائم وغيرها وكذا، وفي النهاية ظهر اللي هي زوبعة في فنجان لأن أموره قانونية، ويحدث في برشا دول في العالم يعني الراجل أموره قانونية عنده عقد استشهار مع عادي جدا معناها. واضح. به نغلق ملف الترجي الافريقي ونحكي على المنتخب الوطني التونسي. والسؤال موجود على الصفحة: من هو المدرب القادر على قيادة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم؟ وزارة الشباب والرياضة تصر أنه باش يكون مدرب تونسي على رأس الإطار الفني للمنتخب. فما سمعنا 5 أسماء مقترحة. نعرفش رأيكم يعني في الأسماء المقترحة هذه. يبدو أنه معين الشعباني هو الأوفر حظ، ولكن فريقه يرفض تسريحه. يعني موجودة معه أيضا خالد بن يحيى، ماهر الكنزاري، نبيل الكوكي، نصر الدين نابي. نبدأ معك حسين. والله عندهم أنا رجعنا نعملوا لموا معناها الناس الكفاءة في كرة القدم حسب رأيهم هم: أمين كمون، وليد الهيشري، رياض بوعزيزي، طارق سالم، فوزي البنزرتي وغيرهم معناها من الناس اللي هم شافوهم ناس هذوما. خالد حسني اللي ما التحقش بهم. خالد حسني وسمير السليمي ما التحقوش بهم. هل هم الناس هذوما قادرين؟ هم الناس هذوما معناها بالنسبة لي أنا فشلوا معناها في تجاربهم كسوا في المنتخب ولا حتى وفي ما حدش كل ما لعبش حتى المنتخب ما فشل المنتخب جملة معناها كل شيء معناها تقيم. ولكن تقييم كيف صار أنت تقييم معناها زياد الجزيري وخليل شمام وغيرهم تقييم معناها تو سامي الطرابلسي إذا نحكوا بلغة معناها المحكمة اللي عملوها عبارة هو متهم فشل خاطر هو، لكن لم يكن موجود. هو تعادل قطر والملاعبية أنت نورمالمون تلم المدرب وتسأله وتجيب مثالش ناس 3-4 من الناس نحكي لك ناس ما نجحوا عليه. الكعبي مثالش مثلا طارق ذياب ملاعبية مختار معناها ملاعبية العتوقة ملاعبية لعبوا ونجحوا مع المنتخب رياض البوعزيزي. نحكي لك نجم تجيب 3-4 ملاعبية عندهم خبرة في التسيير لتونس وإلا حتى كلاعب سابق ولعب مثلا سيدي اقل حاجه 80-90 مباراه في المنتخب التونسي يكون قائد. خالد بدره ناس تعرف وتنصح بالمنتخب بعد ما نقيم سامي الطرابلسي. اذا مش نوصل محليا نجم نخلي سامي الطرابلسي خاطر هل البروفيل اللي سميتهم 5 هذوما خير برشا من سامي الطرابلسي؟ انا ما نشوفش حتى سيدي بالارقام سميتهم كل ولا واحد فيهم درب وطني. معين الشعباني صحيح مدرب ناجح في نهضة بركان ولكن مش مدرب معنا راك ناخب. ماهر الكنزاري نشوف فيه انتقادات. نبيل الكوكي مدرب باهي نجاحاته متوسط. نصر الدين نبي ما نعرفوش محليين. وخالد بن يحيى مدرب كبير ولاعب كبير نجم نناقشوا في اسمه كقائد سابق للترجي والمنتخب التونسي نجم يكون. ولكن علاش اليوم مش ياخذ فرصه ما خذاش في السنوات الفارطه وقت المدربين اقل منها خذوا التدريب. المشاركه في كاس العالم تغري اي مدرب. طلب الشعب التونسي ومن حقه مدرب اجنبي باش نحو حكايه هذه خاطر انا قادمين على 5 شهور كان مش نحط مدرب وطني باش ترجع التاويلات. نحي الحاج حط موسى معناها هذا كم الاتوال هذا كم الترجي هذا كم الكليب راهي مش تواصل وتولي رجع لي سامي الطرابلسي خويا انا كمش كاس العالم هو الاحق هو العدل كاس العالم. اذا مش تحط وطني رجع لي سامي الطرابلسي الراجل يستحق. احنا مش نروحوا من الدور الاول ولا الدور الثاني كيف الراجل ياخذ حقه. وبعد بعد ما تكمل كاس العالم قيم على كل شيء 6 شهور ونجم تعمل مشروع. انت تجيب مدرب اليوم 5 شهور راهم في الاخر ما تنجمش تحاسب. هيك نشوف انا. به سي فيصل رايك ومن هو المدرب القادر على قيادة المنتخب من بين الأسماء المطروحة؟ قبل ما نحكي على الإطار الفني والناخب الوطني القادم خاصة مع الالتزامات نتاعنا استحقاقات القادمة وخاصة كأس العالم. الجلسة الساعة اللي صارت الجلسة اللي صارت خاطئة معناها خاطئة على طول. يعني أنت على أي أساس تعمل جلسة بسرعة تلك السرعة وعلى أي أساس تنادي المجموعة هيك بالذات؟ ما نعرفش شنو المقياس. ثم كفاءات أخرى ربما تكون أفضل تعطي رايها في من البلاتوات التلفزيونية لكن مش وقته أصلا. هو يلزمك أنا نورمالمون منطقيا تعمل تقييم داخلي تعمل تقييم داخلي وحدك وتخرج ما نعرفش بالطبيعة ما تطولش لأن الانتظارات كبيرة وتخرج تقدم تقييم حتى في غياب المدرب اللي توجه مباشرة إلى قطر تخرج تعطي تقييمك نقاط الابومال السلبيه من خلال مشاركتنا في البطوله العربيه وكاس افريقيا ومن بعد الخطوط العريضه. وما دام الدوله ماشيه في توجه نتاع مدرب وطني انا كنت افضل مدرب اجنبي اكيد. لماذا مدرب اجنبي؟ لان الوقت الان صعب جدا معنويا ومن جميع النواحي والشعب التونسي تو ما يتقبلش مدرب تونسي بسهوله. ما يتقبلش مدرب تونسي لان كما قال لك باش تكثر الكلام
هذا مكشخ وهذاك لوبيستي وهذا صفاقسي، كان جابوا مدرب تابع كذا حتى كي يكون نزيه وخدام وكذا باش تكثر ديما الكلام موجود وصفحات الفيسبوك وغيرها وغيرها والكلام الكثير. لكن انا كنت افضل مدرب اجنبي تجنبا لكل شيء، ويحضرنا يخدم على مشروع ما حتى اولى يشارك في كاس العالم، وبعد كاس العالم نقيمه ويواصل معنا مع هكا كنت نفضل. لكن ما دام ما نعرفش الكواليس والامور الماديه رغم اللي ثم اموال قادمه الكاس المكتب الجامعي وكذا، ما نعرفش علاش لا مدرب اجنبي. ربما الدوله تحب المدرب الوطني، وعلاش ما تلعبش على الترشح للدور الثاني في كاس العالم؟ 48 منتخب. لا، وحتى الامكانيات الماديه، حتى الامكانيات الماديه نتصور موجوده معناها. ما ناش باش نجيبوا احنا مدرب يعني باهظ بدرجه كبيره، ومش مدرب زاد رخيص، مدرب باهي محترم عنده سي في باهي يخدم الكره التونسيه في اطار من الهدوء، ما يميزش بين حتى حد، يعدل ينادي المجموعه الصالحه باش ما تكثرش بها، وكل ما يقرب كاس العالم باش تولي فيها فلوس وكذا. هو كل فريق الجماهير التونسيه راهي تطالب اسم كبير بالضبط. لا، اسم كبير تنجم تلقى اسم محترم وماهوش في حدود معينه اللي تقدر عليه الدوله، معناها تقدر عليه البلاد اللي تقدر عليه. باهي نرجعوا توا للمدرب الوطني. اذا كان لزام علينا باش نختار مدرب واغلق ملف المدرب الاجنبي، ثم اسماء. انا بالنسبه لي بالنسبه لماهر الكنزاري استبعده تماما. كارتيه استبعده تماما يعني لانه ما يصلحش للفتره هذه، ما يصلحش. كذا نبيل كوكي مدرب محترم، لكن ما زال ما عندوش النضج الكافي باش يقود المنتخب الوطني. بالنسبه لي المهمه اذا كان باش يختاروا مدرب تونسي، معين الشعباني ظهر لي الظروف صعيب ياسر، وهو ما خاضش تجربه قبل مع المنتخب حتى كمساعد يعني بالضبط. وصعيب باش رغم اللي مدرب هو بصراحه عنده رؤيه ومدرب محترم، لكن ماهوش رجل المرحله. خالد بن يحيى، انا بصراحه نحصر المساله في اسمين. خالد بن يحيى تاريخ كبير، لاعب ممتاز قيادي، تكتيكيا قوي، لاعب محترم تحب الناس كل، محبوب من الجميع حتى مش من الترجيين، محبوب في كل مكان. إنسان يحترموه، إنسان نزيه صارم منضبط، ما عندوش فلان وعلان وفلتان. هو ديجا خرج من الترجي في فترة ما لأنه صاحب مبادئ، ما قبلش الإملاءات، خرج. نبيل معلول لم يكن في القائمة لا مش موجود. لا أبدا. وصل الفترة في يوسف الزوي، والله يسامحه يوسف الزوي، اقترحوا اسمين خالد بن يحيى نبيل معلول، اختار المطيع اللي هو نبيل معلول، وبن يحيى ما اختاروش لانه راسه، هم يقولوا راسه يابس، لكن لانه هو انسان صاحب مبادئ ومدرب ممتاز وخلوق ومهذب ومحبوب في كل مكان. انا رشح خالد بن يحيى. بالنسبه لفوز البنزرتي قال لا، خاطر ما نحبش معناه سيبون، ما نحبش يجيبوني في الوقت بالنسبه لخالد بن يحيى يصلح للمنتخب الوطني، لكن بشرط يوفروا له الظروف الملائمه ويخلوه يخدم مرتاح. او الاسم الثاني ومختار تليلي، نصر الدين النابي. نصر الدين النابي السي في نتاعو محترم، درب في جنوب افريقيا، درب في المغرب الجيش الملكي، درب عده منتخبات، ظل حتى المنتخب التنزاني، يعني عنده ظل حتى منتخب افريقي اخر، عنده خبره بالكره الافريقيه، عنده اطلاع على الكره الاوروبيه، مدرب مليان، تحسه مليان كره. نتصور السي في نتاعو محترمه تاهلوا لقياده المنتخب الوطني. لكن ديما راهو نجاح المنتخب الوطني خويا ايهاب ماهوش مرتبط بشخص مدرب، شخص الناخب، مرتبط بعده عوامل. الظروف المحيطه بالمنتخب، الاعلام، شو اسمه، الامور اللوجستيه، التدريبات، الجورني فيفا هذه جايه كيفاش تبرمج، رزنامه المنتخب كيفاش بتحضرها. يلزمك تتحرك بسرعه، المكتب الجامعي عليه يتحرك بسرعه بصراحه، لان الوقت ينفد والاستحقاقات قادمه، وكاس العالم قريبه، راه 4-5 شهور حكايه فارغه. راه في مارس عندك جورني فيفا، مع شكون باش نلعبوا، ثم دول راهي برمجت حتى مقابلاتها الوديه. احنا مع شكون باش نلعبوا، ربما بعد ثاني ما نلقاوش حتى منافس شبيه للمنتخبات اللي باش نلعبوا لها في كاس العالم. واضح. باهي باش نختم حصتنا لليوم بقول انه يعني مشكله المنتخب الوطني التونسي مش مشكله مدرب بالاساس، هي مشكله لكره القدم التونسيه. نحكي على البنيه التحتيه، نحكي على عقليه الجماهير التونسيه، كل شيء الحقيقه يعني لازم مراجعه حتى من الجماهير التونسيه. شكرا لكم على حضوركم اليوم. هكا نكون وصلنا لختام حصتنا لليوم في ريكاب سبور. اكيد موعدنا دائما متجدد.